تخيل انك راكب عربية ورايح مشوار وبتسأل نفسك هي ليه العربية مش بتوصل بسرعة او مش بتمشي بسرعة؟ هل المشكلة في الموتور ولا في العجلة ولا في التانك ولا في ايه بالظبط؟ انا هنا علشان اقولك السر، تابع معايا. زي ما العربية ما بتتحركش وتوصل لمكانها الا لما كل مكون فيها يكون شغال وسليم ومظبوط، المشروع كمان ما بينجحش الا لما كل جزء من المنظومة يكون شغال مع بعض. يعني العربية فيها هيكل وموتور وعجل وتروس وتنكات، وكل مكون فيها مهم مهما كان صغير ومهما كان حجمه ومهما كان سعره، مهم عشان توصل لمكانك بسلامة. فكده كل ما هو موجود في العربية مهم. فمش من المنطقي انك تفكر ان اعتمادك في العربية على الموتور وبس عشان هو اكبر حاجة او هو اغلى حاجة. لا، اقل نقطة او اقل مسمار في العربية هو مهم عشان سلامتك، وهو مهم عشان توصل لهدفك، ومهم عشان توصل للهدف في الميعاد اللي انت محدده. نفس الطريقة صاحب المشروع اللي بيدور على سبب واحد لجلب المبيعات او انه يزود مبيعاته وبيتجاهل باقي العناصر في الشركة او باقي العناصر في مشروعه، زي الادارة ضعيفة او مستواها ضعيف، التسويق مش مركز عليه، فريق العمل جايبه ضعيف، الجودة مش مركز فيها، مش هيوصل للنجاح المطلوب. لان اي مشروع ناجح او بينجح هو عبارة عن منظومة متكاملة، وكل عنصر فيها لازم يكون شغال بكفاءة وبيكمل التاني. لو جزء فيها ضعيف المشروع كله هيعاني، ولو حتى في نجاح هيكون ببطء ومش بالشكل المطلوب اللي انت اصلا بتتمناه. عشان كده في مشاريع وفي شركات كتيرة جدا بتكسب وبتبقى فرحانة بالمكسب، لما بنيجي ندخلها بنلاحظ ان هي ممكن تكسب 5 6 اضعاف المكاسب اللي هي بتكسب من شوية حاجات بسيطة. لو كانوا ركزوا عليها كانوا ضاعفوا انتاجياتهم وضاعفوا ارباحهم. النصيحة: حط خطة لتحسين المؤسسة والشركة كلها تدريجيا وعلى مراحل، وابدأ بالأولويات. ولو ما اهتمتش بكل المكونات في مشروعك، المشروع هيفضل واقف او هيمشي ببطء زي العربية اللي كان ناقصها ترس. لو ناقصها ترس او ناقصها مسمار هتمشي ببطء، ولو مشيت بسرعة هتبقى خايف وهي ماشية عشان ما تعملش حادثة وتقع. سؤال الحلقة: ايه اكتر جزء في مشروعك محتاج تحسين؟ ولو انت موظف في مشروع او في شركة، ايه اكتر جزء برضه في الشركة او في المشروع محتاج ان هو يتحسن؟ شاركنا في الكومنتات. ولو عجبك الحلقة ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناة والصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.